حلقة جديدة في الموسم الجديد من The AI Season. النهاردة الحلقة بتاعتنا زي ما اتفقنا ان احنا كل حلقة في السيزن ده هنبقى بنتكلم على vertical مختلف وهنفهم ازاي الvertical ده هيتأثر وهيتغير. النهاردة معانا vertical من اكتر الverticals اللي لو حد متابع في صناعة ال AI هي اكتر vertical فيها investments كبيرة وفيها return on investment كبير قوي بسبب انها من الاندستريز اللي فيها اكبر حجم من الداتا. I think by now you can guess انا قصدي على ايه. التلكو اندستري هي من اكتر الصناعات سواء من التكنيكال او البيزنس تعتبر كومبلكس. فالنهارده معايا ضيفي هو حد بقاله اكتر من 20 سنة بيشتغل في الداتا فيلد. يعني وانا بشوف البروفايل بتاعه اتفاجئت ان من 2001 هو already كان working as a machine learning specialist، وبرضو اتفاجئت ان machine learning was existing من 2001 وبقى طلع باللادر لحد ما as is now هو director of data and AI. اشتغل في sectors كتيرة قوي او verticals كتيرة قوي ليها علاقة بالبانكينج وof course التلكو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. طبعا he's holding a PhD. معايا النهاردة دكتور أحمد سمير. دكتور أحمد منورنا وشكرا جدا على وجودك معانا النهاردة. ميرسي الأول على الانفيتيشن وثانك يو على الانترودكشن الجميلة اللي انت عملتيها دي. ده حقيقي أنا يمكن كنت محظوظ ان انا عديت على كذا اندستري، اويل اند جاز، عديت على ميديكال ايميجينج، عديت على اي كوميرس، كنت في بره مصر فتره في اي كوميرس بلاتفورم، تيليكوم، فينتك، كريدت بيرو دلوقتي. ف ثانك يو برضه على الانفيتيشن. My pleasure. وزي ما كنت بتكلم مع حضرتك قبل الحلقة أنا من أكتر القطاعات اللي أنا مهتمة بيها قوي إني أعرف ال AI هيغيرها إزاي هو مجال الاتصالات، بسبب زي ما قلت في الانترو إن هو بالمعلومات الموجودة عندنا هو من أكتر القطاعات اللي فيها فرصة كبيرة لل AI إن هو يبقى فيها مكاسب مادية أو استثمارات. والحاجة التانية بسبب باك جراوند بتاعتي، لأن أنا قبل ما انقل ال AI أنا كنت شغالة في ال 5G وفي التلكو، وكان دايما عندي فضول أعرف هو العالم ده هيتغير إزاي. يعني أنا عارفة ال 3G وال 4G الجنريشنز اللي قبل كده كانت أكتر مهتمة بالكونكتيفيتي، وبعدين بدأنا من جنريشن للتاني نهتم بالسرعة زي في ال 4G، وبعدين في ال 5G بدأنا نهتم باليوز كيسز اللي ليها علاقة بالانتربرايزز، وازاي الانتربرايز لو عايزة يبقى عندها برايفت نتورك اكتر ازاي يقدر يبقى عندها its own cellular network منفصلة تماما عن البابليك نتورك، وفكرة انها بتهندل الادج كومبيوتنج ويبقى عندي computation at the edge. كل ده كان الفوكس بتاع ال 5G، وبدأنا شوية نسمع ان هيبقى فيه predictive analysis على الادج، ولكن بحضوري المؤتمرات مختلفة كان دايما الموضوع بيتقال انه هيبقى في ال 6G. فحابة أبدأ الحلقة من هنا، ان حضرتك تكلمنا صناعة الاتصالات في 3G وال 4G وال 5G كانت عاملة ازاي as is اللي احنا عارفينها بمفهومنا دلوقتي، وهتبقى عاملة ازاي لما الاي اي هيبتدي يخش. اوكي حلو قوي. طيب هرجع خطوتين 3 لورا واقول ان انا لما جيت اجوين التليكوم واتحط قدامي الاستراتيجي بتاعت الشركه، قال what asset we have 3: الكونكتيفيتي والنتورك، البيبل الناس اللي موجوده في الشركه، ثالث حاجه واهم asset هم كانوا شايفينه الداتا. طيب هتتفاجئي ان التليكوم as revenue generating stream هو ليه limit، بس ال value added services اللي بتتبني على الداتا بتاعت التليكوم unlimited. يعني في potential use cases using ال data that we have in telecom using ال AI. ال AI يقدر يقول لنا في التليكوم والله لو انت عايز تفتح محل للبراند بتاعك تفتحه في المول ده ولا المول ده، تقدر تفتح في القاهرة ولا اسكندرية، تقدر تفتح احسن في اسوان ولا لا، ده انت المفروض تفتح برانش عامل ازاي بيخاطب سيجمنت مين. كل ده value added services للتليكوم.
فاحنا لما نيجي نتكلم على الكونكتيفيتي اللي موجوده، احنا زي ما كنا بنتكلم انا وانت في قبل الحلقه على طول، ان ال 5G بشكل عام احنا we didn't get ال ROI بتاعها. هي كان ليها بلان ان هي توبريت على الميتافيرس بشكل كبير، بس ده ما حصلش. ف we are waiting لل 6G ان هي تأوتوميت وتخلي لنا ابلكيشن لاير. احنا في الاي اي محتاجين الكونكتيفيتي عشان اقدر اخش على فيرتشوال ستور، اقدر اعمل لايف ستايل ابلكيشن، اقدر انافيجيت جوه ستور وانا قاعد في البيت، اقدر ان انا ابني كاستمر لايف تايم فاليو من غير حد وهي اوبريتنج سيلف اوبريتنج. كل دي ابلكيشنز تقدر تتعمل على الهاي كونكتيفيتي، تقدر تافيل للكاستمر ليفل الاكسبيرينس اللي هو عايزها جوه ستور او جوه برانش او جوه اي سيرفيس هو عايزها. تقدر تديله الابلكيشنز اللي هو يقدر يخلي سي انا كاوبريتور ليا الابلكيشن بتاعي، تقدر تعمل زي لايف ستايل ابلكيشن ثرو الاب ده، يدرسك يفهمك حاول يريكومند ليك. فكل دي ابلكيشنز يعني الداتا that we have in telecom it's amazing ان هي تبيلد multiple use cases تحقق revenue stream خطير يعني. كلام حضرتك ده بيخليني اشوفها التلكو كومبانيز هي ما بقتش سالري كومبانيز وشركات بتقدم كونكتيفيتي. احنا ممكن دلوقتي نقول عليها كومبانيز بتقدم داتا از ا سيرفيس، لان هي دي الكور بتاعه الفاليو بتاعتهم، ان هم عندهم داتا على اساسها اعرف ابني حاجات كتير قوي. ولكن whenever there is data بيجي معاها على طول السكيورتي كونسيرنز والسكيورتي بريتشز. برضو حابه افهم من حضرتك since now we have كل الانواع دي من الداتا، او طبعا احنا عندنا اكسس على كل حاجه حرفيا، ازاي التلكو كومباني بتعرف تجوفرن هاندلنج الداتا دي؟ اوكي هقول على الاكسبيرينس انا شفتها. التليكوم اوبريتور بالسيتويشنز اللي احنا شايفينها كان act like a bank. هو بنك زي هو شايفين wallets transformation، ناس بترانسفير فلوس، شايفين ان انت ممكن تروح ستور للتليكوم وتشتري برودكت تقسطه، فهو بيديك حاجة تأمينية ائتمان، بيعمل كريدت سكورنج للكاستمر. فانت نفس البروبلمز بتاعت البنك سربرايزنجلي. انا روح بعد ما اشتغلت في التليكوم رحت البنك لقيت ان معظم البروبلمز في البنك اتحلت في التليكوم، بس الريديفينيشن بس هو اللي محتاج، يعني ما فيش حاجه بالموجوده بالعكس. طيب لما نيجي البارت انت قلتيه مهم قوي اللي هو البرايفسي. دي احنا عندنا الموست سنسيتيف كاستمر داتا، عندنا كل بياناته اماكنه. الداتا دي سنس ان هي نوت جوفرند، فهي بالنسبه لنا مشكله كبيره. فاول فاكتور بنبص عليه السكيورتي كنترولز، الانفراستراكشر، في كومبلاينس تيم بيمونيتور مين ليه اكسس لايه. بنميك شور على طول كونتينيوس اوديتنج للاكسس. فكل الكنترولز اللي موجوده من ريجولاتوري اوديتنج كومبلاينس كل ده بيمونيتور هاو الناس اللي جوه فودافون بتنتراكت مع الداتا. فكل الكنترول يونتس دي اتس ا ماست ان اي تيليكوم اوبريتور. ده هياخدنا لحته مهمه قوي يا دكتور احمد، وهو احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا عايزين نترانسفورم الاز از تلكو اوبري، وبرضه تحكي لنا انه how we are standing، احنا فين دلوقتي من الكلوزنس ان احنا نادوبت اي اي. ولكن اتوقع انه عشان يبقى عندنا اي اي اب اند راننج، عشان نستفيد بالداتا اللي عندنا دي كلها، في ستيبس او ستيجز لازم يكون التلكو بروفايدرز ريدي ليها عشان نبتدي نادوبت اي اي. ده حقيقي. فعايزه اعرف من حضرتك احنا فين وايه الستبس اللي احنا محتاجينها عشان نعرف يبقى عندنا الترانسفورميشن جيرني دي. طيب اول حاجه الانفراستراكشر. ما فيش حد هيقدر أكيد يطلع اوتكم من الداتا والاناليتكس دي غير يوزنج الابروبريت انفراستراكشر اللي تسيرف البيربوز ده. يعني من 2016 2017 التليكوم اوبريتور اللي انا كنت معاه قدر يكابتشر بيج داتا بلاتفورم.
ده one of the biggest platforms اللي enable set كبيرة من اليوز cases لل AI. دلوقتي as we speak they got infrastructure للgenerative AI والagentic AI وبقى on prem عندهم. فأول step لازم يكون الناس شايفة الحاجة اللي بيعملوها دي بيعملوها قدام عشان يجينوا value ايه. فأول step لازم تكون الappropriate infrastructure وده part من استراتيجي محطوطة. يعني أنا عايز أوصل for example في مثلا أنا كنت في التليكوم ده كنت part من commercial team ففي team اسمه CVM أو Customer Value Management. ده مسؤول عن اللايف سايكل بتاعت الكاستمر من أول الأكوزيشن لحد لما البريدكشن تو تشيرن. طيب التيم ده في ناس كتيرة جدا ماسكة برودكتس وبتشتغل. what we trying to do ان ال CVM functions دي تكون completely end to end by AI. ده اتحط ان هو خلال سنتين ده هيحصل خلاص ان الكاستمر ريليشن شيب مع الكوميرشال تيم اللي موجود في التليكوم will be managed through AI. هو اللي هيريكومند ليك احسن اوفر، هو اللي هيريكومند ليك احسن جيفت، هو اللي هيبريدكت ان انت ماشي ولا لا، هو اللي هتخش تنتراكت معاه. فكل اللايف سايكل دي should be automated و it will be automated using ال AI to predict ال customer responses, ال customer outcomes, ال customer satisfaction. كل البارامترز دي will be evaluated من غير ما نخش نقعد نحسبها على اكسل. ده infrastructure. لا ده use case احنا عايزين نوصل لها. اوكي. خلال سنتين احنا هنوصل ان كل الكلام ده will be fully automated using ال AI. اوكي. step 1 نجيب زي ما قلت لك الانفراستراكشر. جبنا البيج داتا وجبنا الاي اي والجنراتيف اي اي تولز اللي هي الجي بي يوز والكلاستر بتاعها. الكلام ده كونوا سكوادز. السكوادز دي مونيتور زي ما بقول لك بالكومبلاينس والبرايفسي لان we should as we govern data لازم نجفرن المودلز والاي اي مودلز. فالتيمز دي بقت ريدي ان هي تطلع البرودكت ده وزن زي ما بقول لك سنتين هيكون ان شاء الله شغالين. اوكي طيب بما اني حضرتك اتكلمت قلت جيني اي واي اي وده اللي انا في كل حلقه بتكلم فيه مع ضيوفي على حسب الفيرتيكال. احنا ممكن نكون الموجود عندنا سو فار وكوريكت مي اف ام رونج يعني باللي انا فهمته من حضرتك. هو ممكن كمان يعني مش يعني ممكن يكون فيز قبل الديترمينستيك اي اي في التالكو. انا ما اعرفش هو واصل كماتيوريتي فين، ولكن لو احنا هنيجي نتكلم على حته الاجنتيك اي اي يعني هو ما بقاش بس بيفهم وبيبريدكت ويقول مثلا زي الاكزامبل اللي حضرتك كنت بتقوله في الاول. انا ممكن اقول للستور اونرز انتوا محتاجين تاكسباندوا على اساس ايه على حسب الداتا بتاعتك فيها تراكشن فين اكتر، فده ميك سنس ان انت تاكسباند في الحته دي عن المكان ده. هي ستيل اتس فيري سنسيتيف اريا او دومين. يعني انا بشوف ان التالكو والفينتك من اكتر التو فيرتيكلز فيري فيري سنسيتيف اند كريتيكال. هل احنا بنسيب الايجنتس يبقوا يرياكت لو احنا اجنتك ولا هاو ات از بين دون في تالكو اندستري؟ طيب اوكي هرجع خطوه ورا. اوكي معلش. انا شايف وده رايي الخاص وده ممكن يكون حاجه كونتروفيرشال يعني. انا شايف ان الناس بتوفرريت في استخدام التكنولوجيا شويه. بمعنى ان الجنراتيف اي اي is a tool but not thinking tool as much as ان هي رابر للمودلز اللي بيلت تحتيها. فبنكريب بيها شات بوت، بنكريب بيها بعد كده شويه ايجنتس. بس يعني في الاخر الجن اي اي بشكل عام الجنراتيف اي اي اتس رابر لاوتكمز. لما نعمل يوز كيس ان انا عايز اشات وذ يور داتا، يعني انا عايز اعمل حد يقعد يشات مع الداتا ويرسم له فيجرز من غير ما يكتب تكنيكال كولومز او يكتب تكنيكال ستيتمنتس. شات بوت ده في اندرلاين موديل شغاله وراه. الجنراتيف اي اي هنا بارت بتاعه هو الرابر
اللي بيكنترول الكوميونيكيشن بينك وبين الشخص اللي بيستخدمه. نيجي للاجنتك اي اي، هو في الاخر انت قلتيها، هو لازم يسنس اللي بيحصل، لازم يبريدكت، مش مجرد ياكت على طول، لازم في بارت بريدكشن ولازم ياكت على البريدكشن ده. لو انا في critical زي ما انت قلتي critical situation I cannot accept فيه او ما عنديش tolerance فيه ان يبقى فيه error في البريدكشن وهاخد على اساسه action harmful، لا it should be revised by human او supervising model يقدر يinteract معاه ويقدر يكمبيت معاه. وبنستخدم شويه تكنيكس كده عشان في الاخر نفوت بين مجموعه agents. بس في الاكستريم كيسز اللي فيها اكشنز فيها نوع من الخطوره، لا انا حد هيبص عليه. اللي حضرتك حكيته خلاني افكر انه اكيد البارير تو انتري عشان ابتدي انتروديوس اي اي للنورمال اوبريشنز بتاعتي او اليوز كيس بتاعتي از انا شغاله عليها النهارده في تلكو اندستري مش حاجه سهله. ف based on your experience يا دكتور احمد if you can give us a glimpse of ايه انواع البيزنس تشالنجز، وبرده لو في تكنيكال تشالنجز دي هنجيلها بعدين، بس خلينا نبدا بالبيزنس تشالنجز عشان ابتدي ادوبت التشينج وانجكت اي اي في الاز از رانينج اوبريشنز للتلكو بروفايدرز. انا شايف اهم حاجه واكتر حاجه دايما في بارير بين اي حد بيستخدم التكنولوجي دي ان هو يبقى عنده احساس ان هي بلاك بوكس. طول ما انا مش فاهم الموديل ده بيتعامل ازاي او بيدي قرارات ازاي، طول ما انا خايف استخدمه. احنا بنتكلم على ليفل اليوزرز ولا ليفل اللي بي اوبريت؟ لا، البيزنس اونر اللي هيقول انا مثلا عملت موديل، رحت للهيد اوف ريتيل، يا باشا الموديل اهو خلصان استخدمه. هو ده البارير اللي بتكلم عليه، ان الناس تانكيوبيت الاي اي جوه البيزنس روتين بتاعها. زي ما انت قلتي الاوبريشنز، ان هو يترست ان في موديل بيجادج ليه على حاجات زي كده. اول عائق بيقابله هو ان هو مش فاهم هو بيتصرف ازاي. فانا شايف ان اول ستيب لازم تونبورد الناس على الاي اي وعلى المودلز، ولازم تاكسبلين الناس الموديل شغال ازاي. اوكي، ده اول بارير لازم يتكسر، ان الناس تبقى فاهمه هو بينتراكت ازاي. حتى لو فاهمه الليفل معين، يعني في very complicated technical issues، بس اوفر اول هو فاهم السيناريوز، فاهم الموديل بيرسبوند هنا ازاي، هنا ازاي، هنا ميك سنس، هنا هنا كويس، هنا تمام. لازم يكسبلين الموديل هاو ات بيرفورمز. طب ده من ناحيه الناس اللي بتستخدم الاي اي، من ناحيه الاوبريشنز او كده، من ناحيه كاستمر. ناحيه الكاستمر يستخدم سي فور اكزامبل انا عملت موبايل اب للتليكوم اوبريتور اللي عندي، والموبايل اب ده فيه شات بوت للكومبلينز. انا ككاستمر امتى اترست ان انا استخدم الشات بوت ده؟ لما مش كل شويه الشات بوت يراوتني يعمل لي راوتنج لهيومن ايجنت. طب ما انا كده ما عملتش حاجه. فانت وبترد ردود مش منطقيه لاسئلتي. فهو عشان يبقى الموديل اكسبوزد للكاستمر ليفل لازم يكون من ليفل من الماتيوريتي وليفل، بالذات في شات بوتس بالذات، لان عاده الفيرست امبريشن بيدوم. لو الشات بوت وحش النهارده، بعد شهر انت عملت ما حدش هيستخدمه. فهو دايما يكون الليفل من الماتيوريتي بتاعتك والاكسبوجر للاكسترنال وورد يكون مضمون، انه ما يبقاش فيه فاير باك، وان الناس تثق ان هو فعليا فروتفول، انه ما ضيعش وقت. لا طب ما اخش اكلم حد واخلص. فلو احنا بنتكلم على الكاستمر تراست، لازم يكون الاي اي كومبوننت اللي هم بينتراكتوا معاه لازم يكون على ليفل من الماتيوريتي انه فعلا يديهم فاليو. طب لو انا هراب اب اللي حضرتك قلته، احنا عندنا لو هنيجي هنتكلم على، لو انا عندي وايت بورد كده وهرسم عليها كل اليوز كيسز اللي هيبقى فيها اي اي انجكشن او يوزج، لو من ناحيه كاستمرز موست لايكلي هي تشات بوتس سمارت انف ان هي هيومنايزد، ان هي تعرف ترد على الاز از كاستمر سيرفيس اكسبيرينس للكاستمرز بتاعتنا في الريتد بتالكو اندستري. بس لو هنبص على الاذر سايد، لو هنبص على النتورك
ده البارت اللي فيه AI بس ما فيهوش جن AI صح؟ مفهوش يعني هيميل اكتر predictive modeling Exactly. اكتر. طب هل في بما اني حضرتك يعني في مجال ال already head of data واتوقع ان حضرتك بتعمل ريسيرش كتير لان PhD، فاتوقع ان حضرتك بتقرا او بتعمل ريسيرش يعني في رأيك انت شايف انه انا ليا 50 بيبر published في international journals. ايوه متوقعه حبيت اقول بس انه يعني توقعك ان الايجنت هيبقى مش بس يعني على ليفل النتورك، مش هتبقى كونكتيفيتي وبس كده، هيبقى في مور اوف اجنتك جيني اي يوز كيسز على الكونكتيفيتي لاير، مش بس بريدكشن للداتا دي هتبقى عامله ازاي او انت ممكن تستخدمها ازاي. هيبقى انترنالي للموظفين اللي جوه، مش على ليفل النتورك. حتى لو على ليفل النتورك المين كاستمر بتاع المودلز دي كلها هيبقى الانترنال ستيك هولدرز جوه الشركه. اوكي. مش هيبقى الاكسترنال كاستمر. بمعنى ان انا لو في كاستمر كير مثلا تعالى ناخد اليوز كيس دي. ان الكاستمر كير قدر يشوف شات بوت، والشات بوت ده يقدر ينتراكت معاه لو في مشكله نتورك في منطقه معينه، ويقدر يكورلتها مع كومبلينز جايه له على تشانلز تانية، فيبتدي ياخد اكشن كايجنت او ككاستمر برواكتيف مينتنس. ايوه حاجه زي كده، بس هو يكون قدامه الفيو ده. لازم ينتراكت معاه ويبتدي يسال معاه، فهو هيبقى هو المين كاستمر بتاع البيس اوف اناليتكس دي. اوكي طيب نتكلم بقى يا دكتور شويه عن الحته التكنيكال في الامبلمنتيشن. احنا فهمنا دلوقتي ايه اليوز كيسز المختلفه، هنستخدم تلكو في ايه، مين هم اليوزرز بتاعتهم سواء كاستمرز او الناس اللي بتران الاوبريشنز بتاعت التلكو، ولكن دايما بيجي التشالنج بتاع الديفلوبمنت والديبلويمنت بتاع الاي اي ايجنتس. احب اسمع من حضرتك ايه التكنيكال اسبكت اللي انت شايفه دايما ايشو في ديفلوبينج الايجنتس اللي ريليتد بالتلكو. طيب هو نفرق بين حاجتين، بايلوتنج وبي او سيز، وما بين حاجه شغاله. انا الموضوع ده انا لسه كنت بتكلم مع يعني بهاء فاروق في الحلقه بتاعت الفينتك. كان بيقول لي البرودكشن حاجه والستيجنج حاجه، وانا اي كان سكند ذس جدا، ان انت ممكن تطلع ايجنت في 10 دقايق بس شغله بس تمام، بس يروح برودكشن خلاص دي قصه ثانيه بالظبط كده. يعني عشان الحته دي في ستاديز كتيره طلعت، واخرها كان بتاعي في الام اي تي، وبرضه اكدوا لي يعني ان 85% من اليوز كيسز بتقف عند البايلوت. مفيش حد، بس احنا بنتكلم على تلكو اندستري، حتى جوه التليكو اوفر اول مفيش اليوز كيسز اللي بتروح برودكشن غير رقم واحد استراتيجي واضحه انا عايز اعمل بيها ايه. يعني انا مش عايز اعمل اجنتك اي اي عشان عايز اعمل اجنتك اي اي، ماركت اند برودكت فيت. ايوه لازم يكون عندي فيجن ده اليوز كيس دي هتجيب لي ار اي كام. ده رقم واحد. رقم اتنين، وانا شايف الاوبستكل دي وانا عندي وضع، وهقول لك جود نيوز. الوضع ان لا الناس بتستخدم كلاود في البايلوتنج والبي او سيز بتروح على كلاود سولوشنز. لما تيجي تنزل برودكشن هيبقى في سم ريجوليشنز يقول لك لا احنا عايزين الكلام ده على الانفراستراكشر بتاعتنا، الداتا دي should not be exposed بره. طيب ده الوضع، فبناخد وقت. يعني انا في use case very close، انا وريت البايلوت في شهر 8 كان ايجنت كان تحفه، بيعمل بغض النظر بيعمل ايه بس المهم يعني كان very very fruitful. ممكن نبقى هاي ليفل قوي مش لازم يعني كان بيساعد البيزنس ديفلوبمنت ان هو لما يبني البيزنس كيس بتاعته لما يروح لحد يبيع له يديله البيزنس كيس في برزنتيشن انكلودنج الارقام بتاعت الراجل ده. اوكي. فكان ايجنت جميل جدا، بس عشان من شهر 8 لحد اهو احنا داخلين في اخر شهر 1 احنا هنطلع برودكشن كمان اسبوعين. كل ده ليه؟ عشان البايلوت اللي انا عملته عقبال ما عرفت اشغله على الانفراستراكشر اللي عندي خدت وقت ومجهود غير طبيعي. فاول حاجه الجاب اللي موجوده ده ما بين سرعه البايلوتس والبرودكشن. طب ايه الجود نيوز؟ ان التليكوم اوبريتورز
الكومبلاينس تيم بتاعها بقى بارت من السايكل بتاعت الديفلوبمنت. بمعنى ان بقى في ويندو، يعني كان كلمه كلاود دي ممنوعه، يعني اي حد يقول لي كلاود في تيليكوم ممنوعه. دلوقتي لا، الكومبلاينس والبرايفسي تيم بيخشوا يدسكسوا اليوز كيس ويبتدوا يبقوا بارت من الديسيشن. والله اليوز كيس دي ما فيهاش سنسيتيف داتا، it can be hosted على الكلاود. لا، دي including sensitive data it cannot be hosted على الكلاود. فبقى في ويندو اليوز كيسز تطلع من غير ما يبقى في مشاكل في الانفراستراكشر. انا شايف ان معظم الدروبس اللي بتحصل بسبب حاجتين: عدم وضوح هو اليوز كيس دي هتجيب كام او هتشتغل ازاي فهتجيب كام، ده رقم واحد. رقم اتنين، الانفراستراكشر اللي احنا كلنا بنجري وراه، كل البنوك كل الشركات كل التليكوم بيحاول يافيل انفراستراكشر تعرف تشغل اليوز كيسز بتاعته. حاجه مشتركه كل ما اتكلم مع اي ضيف في الاي اي في صناعه الايجنتس، السرعه نمبر 1. ايوه، ما هو يعني انا وريتك بايلوت حلو قوي، طب انت عايزه، طب انا مش عارف اشغله، طب انا عملت ايه؟ فانت لما تيجي تتكلم في يوز كيس ثانيه انا مش هصدقك. صح خلاص، يعني انت بتوريني افكار وبعدين يعني بتاعت الكاستمر. صح. فانت لازم تمانج الريليشن شيب، ان انت ما تديش يعني تخلي الناس عندها اوفر اكسبكتيشنز ان ده هيشتغل بسرعه وكده، لان هو فعليا على الارض في تفاصيل كتير. كان ريليت جدا اللي حضرتك بتقوله ده. كان ريليت قوي. طيب يعني حضرتك قلت ان احنا المشكله في الانفراستراكشر، وان احنا لازم نميك شور ان اللي احنا شغالين بيه في الستيجنج هو اللي هيبقى تمام في البرودكشن اب تو اكسبكتيشنز بتاعت الكاستمر. ويو هايلايتد انك قعدت تقريبا 6 شهور ما بين البايلوت والبرودكشن. ده حقيقي. ايه الليسن ليرند اللي لو حضرتك تقدر تشارك معانا اتعلمتها، والوقت الكونسيومد في التستنج ده كان ايه اكتر حاجه فيها بين بوينت وانت بتست او انتوا بتطلعوا لي برودكشن؟ طبعا هاي ليفل، لا مش كده، لا هو سؤال نفس الاجابه ان I don't have a right infrastructure. يعني الوقت ضاع في الرايت انفراستراكشر، ان انت تافورد الرايت انفراستراكشر، فدي حاجه اوكي. طيب هل كان في مشاكل في ال LLM موديل كوست اللي انت بتستخدمه يعني في الديفلوبمنت؟ تو بي اونست على اليوز كيس دي كان ال LLM اتس اوبن سورس، ما كانش في كوست على سبسكريبشنز او اي بي ايز. لا، وي داونلودد الموديل ويوزد ات وفاين تيوند ات واشتغلنا بيه. انتجريشنز، ودي الثالث حاجه بيبقى فيها مشاكل دايما طبعا. بس انا كان حظي كويس ان الانتجريشن بوينتس بتاعتي كانت قليله شويه. لكن لما نيجي نتكلم في ورك فلو، لو انت بتتكلمي على ايجنت شغال في ورك فلو في البنك مثلا او في جوه التليكوم ما بين الكاستمر كير وما بين لا، الانتجريشن بوينتس والكور سيستمز كتيره. فان انا احط الايجنت ده في النص ياخد قرار، ده طبعا فروم اي تي برسبكتيف يعني اتس هيوج. طيب بما اني حضرتك شغال في صناعه الاي اي بقالك فتره، وبدات الطريق من الاول خالص لحد ما بقيت دايركتور اوف داتا ان اي اي، ايه الحاجات اللي حضرتك شايف انه اي حد حابب يعني يدخل مجال التلكو اي اي سبيسيفيك او اي اي عامه محتاج يبقى بيشتغل عليها؟ بصي، وانا اجابتي للسؤال ده بتتغير كل سنه. مش حلو والله فعليا بتتغير كل سنه. لان هي احنا كل شويه في جديد. فانا لما الرايت سكيل سيت اللي يخش بيها فيلد زي كده بتتغير. يعني لما اجي اقول انت جاي من باك جراوند ايه، لو انت جاي من باك جراوند فيها اشتغلت قبل كده في الدراسه بتاعتك ماشين ليرنينج واي اي وعندك ماثماتيكال باك جراوند كويسه، اتس ايزي ان انت تجوين از اناليست في الاول. ساينتست واي اي انجينير، يعني ماي ريكومنديشن للشباب اللي لسه graduated او فريش يعني ياخدها سنه سنه. اجابتي دي كانتش من سنه، مثلا كان سنه كنت اقول لك المفروض يذاكر كذا ويعمل كذا بس حاليا انا شايف ان هو يجوين تيم داتا الاول، وجوه تيم الداتا يبتدي يسبيشالايز از ساينتست واي اي انجينير اكتر.
لكن as a fresh دلوقتي الكومبيتيشن صعب قوي. الكومباني ستاندردز هتبقى تقيله عليك شويه. الانفستمنت كبير فالناس كلها بتجري. يعني لما نيجي نتكلم على تيليكوم اوبريتور هو in always competition فهو عايز المودلز دي النهارده مش بكره. فاللود بتاع عليك انت هيبقى صعب. فانا شايف انك انت تجوين الداتا تيم الاول. لو لقيت اي فرصه طبعا انترنشيب كده في خلال دراستك it would be great. بس لو ما عندكش اعتقد انك تجوين الداتا اناليسيس تيم الاول، تشادو اي اي انجينير وبعد كده تجوين. جويننج دايركتلي ده هيبقى يعني صعب شويه. اوكي طيب ده كان سؤال مختص اكتر للناس اللي عايزه يا اما فريش جراد يا اما اوريدي ناس شغاله في الكارير بقالها كتير وعايزه تجوين. دلوقتي هسال بقى للناس اللي هم الاذر سايد اللي هم اوريدي يا اما كوفاوندرز او اصحاب ستارت ابس او حتى اكزيكتيفز شغالين في بيج كوربريتس. وبرضو ده سؤال حسيت ان انا محتاجه اساله لحضرتك بما انك بتجمع ما بين الاكاديميا والريل لايف اكسبيرينس او الماركت اكسبيرينس. احنا دايما عندنا تشالنج في حته ان انت غير طبعا يعني انك تقنع الكاستمر دي حاجه تانية، بس اصلا ان انت يبقى عندك بي او سيز في البايب لاين، ان انت يبقى عندك كاستمرز. حابه اسال حضرتك ايه بخبرتك ايه احسن ابروتش ان انا اعرف يبقى عندي كاستمر بايب لاين سواء في بيج كوربريتس في تالكو اندستري او حتى ستارت ابس او ان جنرال فيرتيكلز عامه. We are talking about ideation صح؟ ان هو يطلع افكار تستخدم اي اي لبرودكتس. لا انا ممكن يكون عندي يعني يوجوالي بيبقى في حاجات كومن واحنا كلنا متفقين عليها كيوز كيسز الكاستمرز تبقى عايزاها بغض النظر عن هي فيرتيكال اجنوستيك خلاص. ولكن انت ممكن تتويك شويه على حسب الفيرتيكال وعلى حسب الكاستمر، بس ساعات ما بتبقاش عارف توصل للكاستمر الصح او انك تقول له انا عندي الحاجه دي. ممكن يكون ده غير المرحله الثانيه. انا بتكلم على الانتري بوينت اصلا ان انت تبتدي تقول للكاستمر انا هنا سواء انا بيج كوربريت او سواء انا ستارت اب بنعمل ايه يعني بناتراكت بالذات ان انت عشان تقنع اصلا كاستمر ان هم يبتدوا يادوبتوا اي اي. انا هقول لك المسج بتاعتي. لو انت عايز تاتراكت اي حد في سلوجان انا اي بليف ان هو بيميك سنس وانا اي ترايد ات ماي سيلف. يعني انك انت تدور على المسج بتاعتي ان انا اعمل لك يوز كيسز مختلفه عن الاخرين يعني صعبه لان الناس كلها فكرت في كل حاجه. your message should be واعتقد احنا لو ريليتنج دلوقتي اللي بيحصل للشركات بره في الكومبيتيشن ما بين اوبن اي اي وجوجل هنفهم السلوجان ده معناه ايه. السلوجان ده ان اي اي از ان اوبريشن. انا مش ببيع لك حاجات شكلها حلو، انا هشغل لك ده عندك بالريفينيو ده. لو احنا شفنا الديدز اللي خلصت في جوجل اخر 3-6 شهور اجينست حاجات اوبن اي اي، لا يعني في فرق لان جوجل قدمت انتربرايز سولوشن كبير في انك تهوست جيميناي عندك، في ان انت تطلع اوتكم، في ان انت تستفيد بالحاجه دي. خدت الديل بتاع ابل. فليه خدت الديل بتاع ابل؟ هل الموديل بتاعها احسن موديل؟ لا مش شرط. مش ده السبب. السبب ان هي حطت تصور ان الاي اي ده يشتغل عندك ازاي، مش الموديل ده شكله حلو بيطلع ريزلتس حلو. ريليفنس للكاستمر واوبريتنج وفي الريل اوبريشنز بتاعتك كور من عندك. يعني انا ما كنت فينتك من الفينتكس اللي موجوده، المسج بتاعتنا احنا حطينا اي اي موديل بيجادج على الكاستمر كريدت وورثي ولا لا، وباوتوميت بياخد قرار ل 70% من البيز. ده وفر فلوس كذا، ده شغال. يعني لو حصل مشكله فيه الشركه ما يحصل ازمه لان هو في الكور بيزنس بتاعها. هو دي المسج لاي حد المفروض لو عايز يبروموت لشغله في الاي اي زي ما انت بتقولي كوربريت او ستارت اب، هو لازم يهايلايت على دي. البيتش لازم تبدا نشوف فيها فلوس، نشوف فيها ارقام، فيها فلوس، ونشوف فيها المسج ان الدليفري بتاعنا ان الحاجه شغاله عندك وقايمه. مش لسه هنجرب، مش لسه هنعمل مع بعض. ايوه صح. مش هتفرج على حاجات شكلها حلو. اه لا دي هتشتغل وهتجيب لك فلوس. اوكي
interesting. Thank you so much يا لا، thank دكتور you احمد. خالص. لو في اي مسج اخيره حابب تقولها عامه in general يعني سواء في AI vertical ليه علاقه بالتلكو او عامه نصيحه للناس في المجال. انا ممكن ادي نصيحه للناس اللي شغالين في الداتا ساينس والاي اي. Yes. هو انا في البوزيشن ده مش عشان انا بعرف اجاوب، انا في البوزيشن ده عشان انا بعرف اسال. فالسؤال اهم من الاجابه. لو انا مش بعرف اسال مش هطلع افكار، مش هطلع opportunities، مش هدرايف يونت ان هي تورد ان هي تديليفر حاجه ليها فاليو. فدايما الكيوريوزيتي والاسئله اهم بكتير من الاجوبه. بس كده. Thank you so much. ثانك يو يا فندم على الانفيتيشن. Thank you.